بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف عام بالجمعية. اسم الجمعية: جمعية التعليم والتربية والتعاون الاجتماعي لتركستان الشرقية. مقر الجمعية: جمهورية تركيا، مدينة إسطنبول. التأسيس: أسست الجمعية بتاريخ 24 من مايو لسنة 2006. مؤسسو الجمعية: اجتمع نخبة من مثقفي تركستان الشرقية بمدينة إسطنبول، ممن ألهب مشاعرهم ما يعانيه الشعب التركستاني المسلم على أيدي سلطات الاحتلال الصيني من محاولة لطمس الهوية الإسلامية وتنحية للعقيدة الإسلامية ومحو للشخصية الإسلامية وتذويب لكيان الشعب المسلم، فقاموا بتأسيس هذه الجمعية مستهدفين الأهداف التالية: أهداف الجمعية: الحفاظ على عقيدة الشعب التركستاني وأخلاقه الإسلامية الأصيلة، إنقاذ كيان شعب مسلم مهدد بالاندثار والذوبان، تنشئة جيل جديد قادر على القيام بما يناط به من المهام، السعي لتوحيد آراء وأفكار الطلاب التركستانيين في الخارج والداخل، إيجاد حركة طلابية سليمة العقيدة والفهم تتلهف لخدمة الإسلام والمسلمين في تركستان، توطيد روح الأخوة الإيمانية بين أبناء الجاليات التركستانية في الخارج. الوضع القانوني: الجمعية جمعية رسمية مسجلة لدى الحكومة التركية، وقد حصلت على ترخيص لمزاولة أنشطتها من إدارة الجمعيات بوزارة الداخلية التركية. نماذج من أنشطة الجمعية: إقامة دروس أسبوعية وحلقات علمية ومحاضرات شهرية في المناطق التي تتواجد فيها الجالية التركستانية في تركيا، إقامة ندوات ومؤتمرات علمية لمناقشة أوضاع المسلمين التركستانيين في الداخل والخارج، إصدار مجلة شاملة، ترجمة وإنتاج أشرطة إسلامية وأفلام علمية تثبت المسلمين وتزيدهم إيمانا، ترجمة كتب ومقالات نافعة ونشرها، تدشين موقع إلكتروني باللغة التركستانية يقوم بما يلي: نشر كتب ومقالات نافعة تخدم أهداف الجمعية، الإجابة على أسئلة المسلمين داخل تركستان والتعرف على مشاكلهم ومعاناتهم والبحث عن حلول لها، السعي لتوحيد آراء المثقفين داخل تركستان وخارجها من خلال صفحة المنتدى، إيجاد منح دراسية عن طريق التواصل بالجمعيات والجامعات، إيجاد فرص عمل للخريجين في المناطق التي يتواجد فيها التركستانيون، إقامة مخيمات تربوية، إقامة مشاريع رمضانية وموسمية، إقامة حلقات قرآنية ومراكز صيفية، القيام بزيارات استكشافية للطلاب التركستانيين في أنحاء العالم، القيام بإطلاع الصحافة العالمية على أوضاع المسلمين في تركستان الشرقية. من إنجازات الجمعية: الجمعية من وقت تأسيسها في 24 من مايو سنة 2006 إلى 7 من يوليو لسنة 2008 قامت بأعمال من أبرزها: شراء مقر دائم للجمعية ب117,000 دولار، إنشاء فرع للجمعية في منطقة زيتين بورنو، إيجاد منح دراسية ل50 طالبا وطالبة يدرسون خارج تركستان، توزيع أضاحي ل100 أسرة من الأسر المحتاجة في تركستان، تدشين موقع إسلامي على شبكة الإنترنت، إقامة 4 دورات لتعليم القرآن الكريم بمشاركة 150 طالبا وطالبة
من أبناء الجالية التركستانية بإسطنبول، وذلك في العطل الصيفية، وكانت مدة كل دورة شهرين. إقامة مسابقات قرآنية وعلمية، وتوزيع مكافآت قيمة على الفائزين والمشاركين. إقامة 3 رحلات تربوية. التنسيق مع الجمعيات الخيرية وأهل الخير والإحسان لتأمين احتياجات 150 أسرة من الأسر الفقيرة. توزيع مواد غذائية على 100 من الأسر الفقيرة. إقامة دروس أسبوعية وحلقات علمية للرجال والنساء. إقامة حفلات الفرح بمناسبة عيد الفطر والأضحى لأبناء تركستان المتواجدين في تركيا. تأسيس مدرستين تمهيديتين للأطفال يدرس فيهما حاليا 40 طالبا وطالبة. ترجمة كتاب جمع الفوائد الذي يجمع بين دفتيه أكثر من 10,000 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشروع في ترجمة كتاب في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب. إعداد كتاب عن قواعد الإسلام ونشره. إعداد كتاب للأطفال عن مبادئ الإسلام ونشره. نشر ترجمة كتاب إنه الحق للشيخ عبد المجيد الزنداني. تأسيس مكتبة إسلامية تحتوي على أمهات الكتب. إعداد بحوث علمية باللغة التركستانية عن ضوابط الفهم للإسلام. إقامة 10 ندوات علمية واستضافة علماء أجلاء من دول عديدة. المشاركة في ملتقى القدس الدولي المنعقد بإسطنبول خلال الفترة من 15 إلى 17 من نوفمبر تشرين الثاني من سنة 2007. المشاركة في مؤتمر أيتام العالم الذي نظمته مؤسسة إيهاها بإسطنبول. وختاما، نرجو أن نكون قد أوصلنا إليكم صوت 35 مليون مسلم، وآهات الملايين من المسلمين المظلومين في أنحاء تركستان الشرقية. كما نرجو من إخواننا أهل الخير والإحسان ألا ينسوا هؤلاء المنكوبين، فإنهم إخوة لهم في الدين والعقيدة، وإن فرقت بينهم الحدود والسدود. وأخيرا، نشكر كل من ساهم في إعداد هذا الفيلم التعريفي. جمعية التعليم والتربية والتعاون الاجتماعي لتركستان الشرقية.